يا صباح الخير وصباح النور وصباح الأزهار والأيام المشرقة والجميلة. واش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا رب يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. كما عودتكم حبيباتي، أول حاجة نبدأ بها نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه كما بديت نط بعدا، بديت درت الازهار تاعي، النباتات تاعي لازمني ننظفهم دائما ونمسح لهم هذوك لي بو هكا باه يمدوا نظره مليحه، يجيو في البالكون يجيو مليح. راني حاطتهم هذو في البالكون وني غارسه وحيد خلاف، من بعد ان شاء الله راح نعتهم لكم. باسكو مازالوا ما كبروش، هاد الساعه صغيرين خلاص. في البالكو هذاك تاع الصالون وهادو في البالكو تاع الكوزينه. المهم سقيتهم، ما مشتا لازم ساعه ساعه هكا ونسقيوهم. هادو كانوا الفوق في الدوار وشي جبتهم لهنا، منها ما قدروش يتحملوا البرد، كما قلت لكم الدوار بارد بزاف. المهم بعد هذيك كنت حاطه القهوه طيب بشويه، دليت لها النار وخليتها طيب على عقلها، لخاطر كش انا نشتيها تكون هكا طايبه على النار دليله، على بها نشتي تاع الجمر على خاطر كش دليل يطيبها بالعقل. المهم شربت القهوه هذيك اللي نبدا بها طول. كما نوض الصباح لازم نبدا بالقهوه. شربت القهوه ودرت معها 3 حبات تمر، لان كما على بالكم التمر راهي معمره بلي فيتامين، فيها الحديد فيها المغنيسيوم تاني المعادن، وراهي مليحه بزاف بزاف تاكلوها على الصباح. يعني في العوض اللي تفطروا بالكاطو، يعني ولا ساعه ساعه ونفطر بحبيبه كاطو هكا بصح ما نكثرش. وشي التمر افضل، مليحه تفطروا الصباح على حاجه طبيعيه. مليح تاني الفطور يكون هكا كسرة تاع الشعير مع زيت عرب، كما كانوا بكري يفطروا ابائنا واجدادنا، كانوا يفطروا بهاد المواد وكانوا يعني صحاح، تلقاهم صحاح، تلقاهم يكملوا 60 70 سنه وهما مازالوا على ديدانهم، مازالوا بصحتهم. على هادي من الاحسن نيفيتيو علينا هذيك السكريات على الصباح ونعوضوها بحوايج طبيعيه. تاني عصير الفواكه راهم مليح بزاف. المهم تلقاو شو الحاجه اللي تشتيوه هي طبيعيه، وايفيتيو عليكم كما قلت لكم السكريات هذوك، لانه مش ملاح. خلاص السكر راهو مش مليح للبشره، راهو يكبرها في العمر. يعني كان حبيت كاني بزاف نسا يشتيو يقعدوا صغار، نقول لكم حبسوا السكريات، حبسوها سمانه وشوفوا كيفاه يتبدلوا وجوهكم. وعوضوها بمواد طبيعيه. وتاني تشربوا الماء بزاف، لانه الماء راهو مليح مليح بزاف للبشره. خلي دخلت في التجميل، هذا ماشي احنا ماشي على جال التجميل ولا، تاني على جال الصحه. لا كما تكون البشره تاعك صحيه تكوني انتي صحيحه. لانه اي حاجه تاع بكري قال لك اي حاجه تبان في الوجه. وتاني باه تبقى البشرة تاعك مليحة لازمك ترقدي في الليل مليح، ترقدي بكري، ورا العشاء يسميوك راقدة، ما تبقايش هكاك تكونيكتي في البورطابل تفرجي في التلفزيون. المهم هادو كامل مش مليح. تاني كي ترقدي مليح تصبحي كمال ورضا. شوفوا حبيباتي لهنا، شوفوا القناطر انا درتهم في بعضهم. الحق خلصوا لي خلاص فسدوا قناطري كامل فسدوا. راح درتهم في ضربه فريده، وهكا كما يفسدوا نخلي حتى يفسدوا خلاص، ونزيد نشري حاجات جدد وهي رايحه. ان شاء الله حبيباتي يكونوا عجبوكم. شوفوا لهنا هذه في البلو، راكم شفتوها وانا تليز نهضر وما هضرت لكمش على القندوره. وهذه تاني في الدرعين هكا والرقبه بهذا النمر ولا ما على باليش كيف يسميوه. المهم انا ما نشتيش النمر هذاك، ما نشتيش نلبسو في القندوره كامله، نشتي يكون هكا خفيف كما قلت لكم في الدرعين ولا في الرقبه، هذا ما كان. وشتو درتهم سامبل هكا باه نلبسهم تاع كل يوم. يعني ما راحش هذوك اللي معمرين ما تقدريش ومتقال ما تقدريش تلبسيهم كل يوم. وهذه تاني خفيفه راهي تاع قاطفه الهواء، خفيفه خلاص، وعندها طرزه تاني خفيفه في الرقبه، والدرعين تاعها طرواكار. هكا نلبسها هذه في الربيع كي يبدا شويه يدفى الحال، يبقى البرد وتاني الحال ماشي بارد بزاف وماشي سخون. اللي سقسيوني وين خيطتهم، انا خيطتهم عند الخياطه زبيده اللي هنا في ولايه ميلا. واللي كان تحبوا يعني النيميرو التليفون تاعها رايحين نمده لكم، يعني كان طلبتوا مني النيميرو تاعها رايحه نمده لكم في الفيديو الجاي. المهم هذه قندورتي تاع العيد.
هذه درتها شويه ماش ثقيله بزاف، انا ما شتيش اللي ثقال بزاف، ما شتيش نعمرهم هكاك بالحرج والطرز وهداك. المهم هذه راهي مطروزه بالميكرو ومعمره بليبيغ هادوك، وجايه يعني رايعه. والدرعين تاني طرواكار، نشتي درعين في الدار يكونوا طرواكار هكا ما يقلقونيش، خاصني اللي كان خدمت هكا نسربي قهوه والله بها ما تقلقنيش، ما يقلقونيش الدرعين طوال. ودقة حبيباتي، هذه المفاجأة، هذه الحفلة اللي راهو كانوا داروها لي زميلاتي في العمل. كما قلت لكم انايا موالفه هضرت لكم قلت لكم بلي باني كنت نخدم. المهم وخرجت دوك على التقاعد. المهم زميلاتي زملائي وزميلاتي يعني في زوج راهم داروا مبادرة رائعة وراني ما نساهلهمش طول حياتي. راح نقول لكم بلي بهذه الفرحة اللي فرحتوني بها راح تبقى راسخة طول في ذهني طول حياتي. والفرحة هذه يعني نتمنىها لكم نتوما تاني، ان شاء الله ربي يفرحكم ويحقق لكم امنياتكم سواء في العمل ولا في حياتكم الشخصية. وان شاء الله يا ربي اللي مريضة ربي يشفيها، وان شاء الله اللي متمنيه اي حاجه في حياتها ان شاء الله ربي يحققها لها. وتاني نقول لكم اللي يدير الخير اكيد راح يلقى الخير. ونشكر تاني مدير الاداره المحليه اللي راهو حضر الحفله هذه. ونقول لكم حبيباتي انتم فرحتوني وربي كما فرحتوني يفرحكم، وان شاء الله تخرجوا على التقاعد وانتم في صحه جيده. ودقه حبيباتي تشوفوا الهديه اللي داروها لي، ان شاء الله ربي يفرحهم كما قلت لكم. وعلى قد ما عرفتش نعبر، على قد ما نعبر ما راحش نقدر نوفيكم حقكم. المهم حبيباتي شوفوا هذا السيرفيس على الطابل، داروا لي سيرفيس على الطابل، وكان يعني جاني في وقت رمضان بعدا، راهو جاي رمضان وراح نفوت به رمضان. وكما نشوفوا نتفكر زميلاتي يعني اللي ما نساونيش وتفكروني. كاينه زميله قالت لي ان شاء الله يعجبك السيرفيس، نقول لك راهو عجبني بزاف وجا على ذوقي، تقول لك رحت شريته معاكم وكانني حضرت معاكم وشريته. لانه انا نشتي الحوايج هادو السامبل وصحاح. وكما شفتوا حبيباتي السيرفيس راهو يبان هكا صحيح وسامبل تاني كيما نشتيه. وهذا تقدري تقدميه ديريه سواء في الايام العاديه ولا تاني كيجيوك الضياف تقدري تحطيه، راهو يعني رائع وذوق راقي. ونشكركم بزاف بزاف. وشوفوا حبيباتي هادو هما لي بياس اللي فيه. المهم اللي حابه التفاصيل اكثر تروح لقناه مريم وصال روتينات بنت ميلا راح تلقى تم التفاصيل وكل شيء. يعني هما اللي نعتوه مليح، انا درتو هكاك بزربه برك. والعشيه رحت للريف. شوفوا القطيط هذا كان قلت والله نصوره لكم، عجبني خلاص وهو فوق الشجره ويعني منظر رائع. وشوفوا استمتعوا معايا بهذه المناظر الريفيه الجميله. طلعت للدوار وشي بصح الايام الجايه راح نحط لكم الفيديو واش درت يعني في الدوار. اللي وصلت معايا لهنا نقول لك حبيبتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس هكا بيوصلك كل جديد، وما تنسيش تحطي لي كومنتير هكا زوين كيما نتوما. المهم حبيبتي ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.